مش قادرة افضل قاعدة في نفس المكان اللي تعرضت فيه للظلم وللحادثة. صديقي العمر وعوض ربنا ليا، ده اللي قالته البلوجر سارة محمد وهي بتعلن خطوبتها بعد فترة ما كانتش حلوة خالص. سارة فقدت بصرها وخطيبها الأولاني اتخلى عنها، ودلوقتي ربنا بيعوضها. في الفيديو ده هتعرفوا كل التفاصيل عن خطوبة البلوجر سارة محمد. سارة محمد هي بلوجر مصرية واللي كانت فقدت بصرها من فترة في حادثة عملتها على طريق اسكندرية الصحراوي. الحادثة زي ما كان ليها تأثير وحش على سارة وحياتها وعينيها، بس خلتها تشوف مين الكويس ومين الوحش، مين السند ومين اللي عمره ما كان هينفعها بعد الحادثة وفقدان بصرها. خطيبها اختفى، فص ملح وداب، وبعد ما ظهر تاني فضل يفتعل المشاكل علشان ينفصل عنها لحد ما فعلا انفصلوا. سارة أعلنت خطوبتها على السوشيال ميديا من شخص تاني ووصفته بصديق العمر. سارة كتبت: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صاحب العمر أول شخص تقدم لي في حياتي، والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا، وعوض ربنا ليا خلاص. الناس بدأت تنشر الخبر في كل حتة وهم مبسوطين جدا وبيتمنوا لها كل الخير. الفترة الأخيرة كانت طلعت إشاعات على البلوجر سارة محمد بتقول إنها راحت تعيش في دار أيتام، راحت هناك علشان أهلها مش مستحملينها وبقت عبء عليهم، مش قادرين يتكيفوا مع وضعها الجديد والحالة اللي هي فيها بعد ما فقدت بصرها. بعدها سارة طلعت في فيديو على حسابها الشخصي وقالت إن الكلام ده مش صح، كل اللي حصل إنها راحت تقعد في مكان تاني غير بيتها علشان هي مش مستحملة تقعد في نفس المكان اللي شافت فيه أيام وحشة. عاشت في المكان ده بعد العملية أيام صعبة، وخطيبها اتخلى عنها في المكان ده، كانت محتاجة تغير المكان علشان النفسية ترتاح شوية. سارة من فترة كانت نشرت فيديو تاني ليها وهي بتركب عين صناعية علشان تقدر ترجع تشوف تاني. الحادثة كانت خلت سارة فقدت بصرها خالص، بس العين الصناعية كانت الحل الوحيد للأزمة دي. كلنا بنتمنى ان شاء الله ان اللي جاي كله يبقى خير لسارة، وربنا يعوضها عن كل حاجة وحشة مرت بيها الفترة اللي فاتت.